كلمتين على السريع وعلى الخفيف كده بالنسبه لتوقيع امام عاشور للاهلي. طبعا احنا اتفاجئنا، نمنا صحينا النهارده الصبح لقينا السوشيال ميديا كلها بتتكلم ان امام عاشور في الاهلي. فجيت علشان اشوف ايه مصدر الكلام ده، لقيت ابراهيم صادي ولا مش فاكر، معرفش اسمه ايه، صادق كده اللي هو بيطلع على قناه 10. فالمهم يا سيدي قال لك امام عاشور في الاهلي لمده 4 سنين ونص. فهو ليه مش 4 سنين بس مثلا، او 5 سنين بس، او 3 سنين بس؟ لا، هو لازم يحشر كلمه ونص علشان ايه؟ يبان التحنيكه قوي. ولكن انا ما عنديش اي مشكله ان امام عاشور يكون موجود في الاهلي او يكمل بره، او يعني خلاص هو امام عاشور اساسا هو ملوش اي علاقه بالزمالك، خلاص هو بره نادي الزمالك وده شغله وده احترافه وكل الكلام ده. ولكن النادي الاهلي واداره النادي الاهلي اللي انا اعرفه كتاريخيا كاداره، مش بالسذاجه دي. الف ب اداره الاهلي، خد بالك، الف ب اداره الاهلي، ما بقولش بقى اداره اي نادي تاني، الف ب اداره الاهلي عمرها ما بتتعامل في الصفقات اللي زي كده بالطريقه الساذجه دي. وارجع لصفقه زي بن شرقي لما الاهلي كان بيتفاوض معاه او كان بيتكلم معاه او الاعلام كان بيتكلم، ما مش معقول يبقى الاهلي بيتفاوض مع قيمه كبيره ولاعب كبير زي بن شرقي وشفنا الهبل والهطل اللي كان بيحصل. نفس الكلام لاعب فذ وموهبه فذه زي امام عاشور، اداره الاهلي تتعامل معاها بالسذاجه دي. بالعكس، الاهلي لو اعلن انه بيتفاوض مع امام عاشور او في الكلام ده كله، هوبا يا معلم، ده الزمالك هيخش، بعيد ان الزمالك اساسا الدنيا بايظه ماليا، بيراميدز هو كمان هيخش، انديه من الخليج ممكن تخش. فليه؟ فانا ليه اعمل هيصه؟ ولسه بدري على نهايه الموسم اساسا، يعني لسه بدري. فاداره الاهلي مش بالسذاجه انها تتعامل بالطريقه دي في صفقات مهمه زي كده. يا اخي ده صفقه القندوسي محدش كان يعرف ان هو هيجي الاهلي. صفقه مروان عطيه، مع احترامي للاثنين وعلى فكره والاثنين لعبه كويسه، بالذات مروان عطيه موهبه كبيره جايه في قادم المستقبل بالنسبه لمنتخب مصر والكره المصريه. ولكن الاهلي ما تعاملش بالسذاجه دي، بالعكس انت نمت صحيت لقيت مروان عطيه في الاهلي، لقيت القندوسي في الاهلي، بس خلصت. هي دي الصفقات اللي بتخلص. ولكن لاعب زي امام عاشور يخلص بالطريقه دي، فده هبل، فده هطل. وده لو بيحصل في اداره الاهلي او حصل قبل كده ممكن اقول لك يا عمي، ممكن الاهلي مش عارف يخلص والكلام ده، لكن ده ما حصلش. ولكن ممكن يكون في تفاوض ما بين اداره الاهلي وامام عاشور، طبعا ممكن، ومن حق الاهلي انه يتفاوض مع لاعب زي كده. وكمان امام عاشور من حقه انه يروح الاهلي. واحد بقى زملكاوي يجي يقول لي يا عمي يروح الاهلي ايه؟ ده شتم صالح سليم وجمهور الاهلي وعمل. يا معلم، طب ما هو كهربا كان برضو كان معانا وبيشتم، ايه المشكله؟ ودلوقتي بقى بيروح الاهلي وبيلعب في الاهلي، والحراق والجامد والفولت العالي عادي. يا معلم، الحسيات اللي زي كده مش ما ينفعش انها تمشي بالطريقه دي، اللي هو لا ده شتمتني ما ينفعش ان انا صاحبك. لا يا معلم، عادي نقعد نشرب كوبايتين شاي بالياسمين ونقعد ايه، نتصالح، وشاي بلبن حليب يا قشطه بس، وخلصت الموضوع على كده. ده اللي حصل. فعادي، وده احتراف وده اكل عيش. وامام عاشور لو لاقي اكل عيشه في الاهلي هيروح الاهلي، ايه المشكله؟ ولكن عشان ما اطولش عليكم، فامام عاشور يعني بعد ما طلع الكلام والكلام ده كله، فحط يا معلم في الديسكريبشن بتاعه وفي الوصف بتاع الانستجرام اني حط كلمه زمالك بس. ده اللي عامل ده الرد بتاع امام عاشور. ولكن برضه زي ما قلت لك، مهما كان عمل امام عاشور حط في الديسكريبشن بتاع الاكونت بتاعه زمالك والجو ده، بس برضه مش ضامن، يعني الدنيا اساسا مش ضامنه. وممكن عادي جدا تلاقي امام عاشور في الاهلي مفيش اي مشكله، او حتى تلاقيه رجع بيراميدز زي مصطفى فتحي. فعادي يا معلم، وكلها بتاكل عيش وكلها بتقضيها احتراف. فبلاش نعيش في جو الانتماء دلوقتي، ابجني تجدني بالنسبه للكره المصريه. وكفايه عظمه لحد كده، واستنوني في حلقات جايه كتير.